كل مره بتقولي لي اقعد في نص البيت ده بتوتر، يعني حاسس ان انا بعمل حاجه غلط. بدر اقعد، خلينا نتعامل عادي. يلا. صحيح، اعمل حسابك احنا عندنا تصوير بكره. هما قرروا ان هما يبداوا التصوير في القاهره وهيأجلوا السفر بعدين. هشام عرفات تاني؟ هو انت ما بتستريحش لاي راجل حواليا؟ لا، مين قال الكلام ده؟ لا في طبعا، لا ايه ده اي كلام انت كده. تستريح لمين؟ عم بيومي، انا بحب عم كلمني عم بيومي انا بستريح. ايه ده؟ ايه ده انتوا قلبتوها كذا؟ اجيب لكم 2 ليمون يعني؟ طب نتدارى ناخد ساتر، فاكرين روحكم قاعدين في هابي دولفين؟ طب ما تعلي صوتك شويه عشان في ناس لسه هناك ما سمعوش اسرار. انت متاكده ان اسرار دي امان؟ بقول لك اسمها اسرار يعني امان. هي بالاسامي دي هتفضحنا دي. اه بالاسماء. طب ما انت الله اكبر عليك، اسمك بدر وزي القمر، وانا ما بيعجبنيش اي حد. انت بيعجبك اي حد. وهي ايه اسمها؟ جليله. شوف الفخامه، يعني امراه عظيمه تنكر؟ لا دي ست الكل دي، ما اقدرش. شفت بقى انها بالاسماء. الاستاذ طارق اخوكي واقف هناك، مش عارف بقاله قد ايه، بس باين له واقف بقاله فتره يعني. فانا في الاستراحه بقى لو احتجت حاجه. يا لهوي يا لهوي، طارق شافنا. عادي، ما هو كده كده هيعرف بعدين. انا مش عليكي، يقول عليا ايه دلوقتي؟ يقول ايه؟ سمعتي، انت كده كده الناس بتجيب سيرتك. اسرار. ستات، ما قلتيش يعني هنعمل ايه في موضوع الشقة؟ أنا عايزة أفضل قاعدة هنا. معقولة؟ أنا كنت فاكرك يعني عايزة تسكني بره السبيل. لا، أنا عايزة أفضل قاعدة جنب أبويا. وماله، ربنا يخليه ويبارك فيه، ولا يهمك، اعتبريه حصل. في شقة هنا في العمارة معروضة للبيع، نشتريها وتقعدي فيها. ايوه بس دي هتبقى صغيرة قوي عليكم، وبعدين دي مش من مقامك يا شيخ، ولما ربنا يكرمكم ان شاء الله بالولاد يعني مش هتساعكم، وانا ممكن اروح اقعد في الشقة دي واسيب لكم الشقة دي تقعدوا فيها انتوا براحتكم. لا احنا ما نقدرش نستغنى عنك، ده احنا خلصنا من موضوع الشقة. القمر والجميل والغالي ابن الغاليين يؤمر بأي حاجة تانية؟ لا، أنا لو على طلباتي فأنا طلباتي كتير ومش هتخلص. وماله، انت تأمري بس يا قمر، اطلبي اللي انت عايزاه، شاوري على أي حاجة إن شاء الله تكون بملايين، هتتشارى وتترمي تحت رجليكي. ومين قالك إن أنا طلباتي كلها فلوس؟ أنا ليا طلبات تانية، بس كل حاجة في وقتها. على فكرة الفيلم هيرجع يتصور تاني، حد قالك؟ طبعا عارف. طيب عاوزين نحرك بقى السوشيال ميديا على الكامبين اللي اتفقنا عليها، بس بناس حقيقية، أنا عاوزاها أورجانيك. سيبي لي نفسك، انا عامل لك حمله، شويه مشاهد ليكي وزيها بالظبط لجليله، نقاوه طبعا. طب وليه ندخلها في الموضوع ونقسم الناس بيني وبينها؟ ما تركز معايا أنا. يا حبيبتي معلش، مين هيتفرج لريلز فيديوهات قديمه ليكي؟ الموضوع ده لازم يبقى سبايسي، ده فيه مقارنات، والمشاهد طبعا هتبقى في صالحك 100%، انا اللي منقيها. ماشي، أعمل اللي أنت شايفه، أكيد أنت أدرى. عيب عليك، شفتي انا عملت إيه في احمد وهبه؟ أنا مش مصدقة إن الحملة اللي إحنا عملناها دي أثرت فيه للدرجة دي. انت مش متخيله، ده كان نازل بالمرحله جديده في المشروع بتاعه، ما عندوش ولا شيك حجز حتى في المراحل القديمه. العملاء واقفين هناك عاملين فضايح، عايزين يسحبوا فلوسهم ويرجعوا الوحدات. كارثه طبعا. أنا أعرف إن أرض المشروع لسه عليها أقساط كتير. طبعا، طالما مفيش بيع يبقى الاقساط مش هتتسدد، ولو ما دفعش الاقساط الارض هتتسحب منه. يلا
مبروك عليه. بس في حد كمان انا لسه ما خدتش حقي منه. منى، تعجبني وانت فاهمني. انا لحد دلوقتي ولا عاقبتها ولا حتى واجهتها. انت ازاي لحد دلوقتي ما واجهتهاش؟ مش كنت بعتبرها اختي. ساعتها كان صعب عليا ان انا اواجهها. عارف لما الخيانه تيجي من حد قريب ليك تبقى صعبه قوي، بتجرح. بس ده مش معناه ان انا هسيب حقي. لازم تتعاقب ولازم اخد حقي منها. اعتبريه حصل، كل اللي هتقوليه هيتنفذ. بس عندي سؤال، لو جبت لك حقك من منى وعقابها رضاكي، اعتبر ده جزء من مارك؟ راجل، انا ما بحبش موضوع المقايضه ده. تعمل لي حاجه عشان مستني ان انا اعمل لك حاجه؟ انت المفروض ان انت طول الوقت عاوز ترضيني، ما تخلينيش اقلق منك. مش قادر اسمع خناق جديد. مش خناق، أنا يمكن بس كنت عصبية زيادة الفترة اللي فاتت رغم إني اتظلمت، وده اللي وتر علاقتي بمريم وجليلة. وايه اللي خلاكي تقولي كده فجأة؟ لأن كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك، بس لو أسلوبي وطريقتي وصلونا للمشاكل دي يبقى كان لازم أراجع نفسي. لو ده حقيقي انا هكون مبسوط. انا تعبت من الخناق وبين وقوفي بينك وبين مريم. أنا أهم حاجة عندي تبقى متأكد إن كلام مريم مش صح. طارق، أنا عمري ما أخونك، وبعدين طبيعي يعني أي ست يتشكك في شرفها هيبقى رد فعلها عصبي بالشكل ده. انا فاهم، بس لازم كنتي تطمنيني انا كراجل بدل الهجوم اللي انت عملتيه ده. أنا قلت لك إن أنا غلطانة، وبعدين خلاص يا سيدي، لو أنت عايز تطمن أنت ممكن تاخد التليفون وتطمن بنفسك. اعمل أي حاجة يمكن ترتاح. لا، الموضوع ده اتقفل خلاص. يا ريت، أنا أصلا مش عايزة أتكلم فيه تاني، بس مريم هتفتح الموضوع تتكلم فيه تاني من أول وجديد. مريم انا اقدر اوقفها عند حدها، بس لازم اكون واثق ومتأكد انها غلط، وده اللي كنت محتاجك توصلهولي. ايناس، انا ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا عشانك، بس اطمن. طب دلوقتي أنت اطمنت؟ انا عمري ما شكيت فيكي، انت اللي خليتيني اشك فيكي باسلوبك الفترة اللي فاتت. كنت بحس ان انت متعمدة تهاجميني عشان اسكت، وده اللي خلاني اخاف واشك. خلاص بقى يا طارق، ما أنا قلت لك إيه السبب، وطبيعي يعني أبقى متضايقة، بس خلاص أوعدك إن أنا أغير أسلوبي. المهم دلوقتي إن أنا عايزة أصلح علاقتي بكل اللي حواليك، مريم وجليلة، حتى أنت. ايناس حبيبتي، ما تيجي نرجع بيتنا. انا هنا مش مرتاح من ساعة ما جينا واحدة في مشاكل. يا حبيبي خلاص، ما أنا قلت لك إن أنا هحل كل المشاكل دي، وأوعدك إن أنا أصلح علاقتي بإخواتك. طارق، إحنا جايين هنا عشان نفيد ونستفيد، إحنا لسه ما عملناش أي حاجة من ده كله. لازم تساعدني